بنص كيلو بس عملت 3 صواني كنافة بأصناف مختلفة زي اللي بنشتريها من عند الحلواني بالظبط. يعني لو عندك عزومة تقدري تعمليها، هتوفر عليكي كتير جدا جدا وهتكلفك اقل من ربع تمنها بكتير، وبجد الكل هينبهر ومش هيصدق انك عاملاها في البيت. بس قبل ما ابتدي الوصفة، لو اول مرة تشوفوني وتتابعوني، انا اسمي بسنت الالفي. هستناكم تشتركوا في القناة وتعملوا متابعة على صفحتي على الفيسبوك، ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ويلا بينا نبتدي الوصفة. اول حاجه هنجهز الكنافه بتاعتنا. معانا 500 جرام من الكنافه، هنضيف عليهم نص كوبايه من السمنه اللي تكون سايحه ودايبه زي ما احنا شايفين، ومعلقتين كبار جدا من السكر البودر. ونبتدي نخلط الكنافه بالسمنه بالسكر. اهم حاجه ان هم يمتزجوا كويس جدا مع بعض، ونقطع في الكنافه بتاعتنا زي ما احنا شفنا كده. هنجيب بقى 3 صواني باحجام مختلفه، صينيه مقاس 24، وصينيه مقاس 28، وصينيه مقاس 30، ونص كيلو كنافه هيعمل الثلاث صواني بالاحجام اللي انا قلتها دي. هبتدي بقى ادهن الصينيه كويس جدا جدا، ودهن الصينيه كويس جدا في السمنه بيأثر جدا على لونها وبيخلي لونها ذهبي وجميل. ونبتدي نفرد بقى الكنافه في الصينيه ونكبسها بايدينا كويس جدا زي ما احنا شايفين علشان تبقى ديسكو كنافه. هنحط بقى الكنافه بتاعتنا في الفرن، ويفضل ان احنا نحطها على شبكه البوتاجاز عشان يبقى لونها ذهبي وكلها يحمر. ولو ناحيه واحده بس او اللي فوق بس، اللي تحت بس احمر واللي فوق ما احمرش، بنقلبها على صينيه تانية عشان الجنبين يحمروا. وبعدين بنبتدي ان احنا نسقيها بالشربات بتاعنا، واحسب لكم ان شاء الله مقدار الشربات بتاعنا في صندوق الوصف. اهم حاجه ان احنا بعد ما نسقيها بالشربات بنسيبها تبرد خالص قبل ما نحط عليها الكريمه. نبتدي هنجهز بقى الكريمه. معانا 200 جرام من كريم شانتيه، هنحط عليهم نص كوبايه من السكر، احنا مش محتاجين الكريمه مسكره قوي، وعليهم كوبايتين او 2 كوبايتين ونص من الميه الساقعه. وبعدين نركن الكريمه بتاعتنا بعد ما بنضربها كويس جدا في التلاجة. هنبتدي بقى اول صينيه هنزينها بكمبوت الخوخ، او لو عندك مانجا. يعني انا بالنسبه لي مانجا مش متوفره قوي، طبعا احنا عارفين انها مش موسم المانجا، ولما بحطها في الفريزر بيبقى شكلها مش ظريف خالص في التقطيع. فانا بستبدلها دايما بكمبوت الخوخ. انا باخد بقى الصينيه بتاعتي، ببتدي ان انا احط طبقه كده كويسه من الكريمه، وببتدي ازين وش الكنافه بتاعتي زي ما احنا شايفين. بقطع كمبوت الخوخ بتاعي شرايح بشكل كويس، وببتدي برصه زي ما احنا شايفين كده. والصينيه دي خدت مني 3 قطع من الخوخ، يعني حوالي اقل من نص علبة من بتاعة الكمبوت. وعلى فكرة كمبوت الخوخ اسعاره مش غالية خالص، فهتلاقي نفسك العلبة هتعمل معاكي اكتر من صينية، ممكن تعمل معاكي صينيتين وتلاتة كمان. بعد بقى ما بنخلص نحط الخوخ فوق الوش ونظبط كده التزيين بتاعنا، هنجيب معلقة من الجيلاتين عليها معلقة من المية السخنة، ونبتدي ندهن وش الصينية بتاعتنا علشان لما نحط الصينية بتاعتنا في التلاجة الخوخ بتاعنا لونه ما يغيرش. وممكن كمان نضيف له بدل الجيلاتين جيلي المانجا، كمان هيقلب بقى طعم الصينية معاكي كنافة بالمانجا. وكده الشكل الاول معايا خلص. الشكل التاني هنعمله باللوتس. هنجيب بقى معلقتين كبار من زبدة اللوتس او اي بديل لزبدة اللوتس. ده بديل زبدة اللوتس اللي انا عاملاه ده. زبدة اللوتس بتاعتي اسمها روتس، طعمها حلو جدا على فكرة. هبتدي بقى اسيحها في الميكرويف واخففها بمعلقة كبيرة من الزيت، واسيبها كده واركنها على جنب. هبتدي بقى ان انا ازين الصينيه التانية بتاعتي زي ما احنا شايفين بطبقه من الكريم شانتيه، واحط اللوتس بتاعي فوق الوش. طبعا اهم حاجه يكون اللوتس سايح قوي عشان اقدر اساوي وش الصينيه. يعني لو انت بعد ما ضفتي الزيت حسيتي ان اللوتس بتاعك جامد شويه او مش سايح قوي بالشكل الزياده ان هو يتحرك زي ما احنا شايفين، حطيه شويه في حمام مائي سخن او في مايكرويف لمده كده 30 ثانيه، يبتدي بقى يفك معاكي الزبده كده، وبحيث ان انت تقدري ان انت تحركيها بسهوله ويبقى الشكل معاكي متساوي من فوق الوش. هبتدي بقى نزينها من فوق بخطوط كده من النوتيلا زي ما احنا شايفين، واجيب بقى خلة السنان وافضل رايحه جايه كده اعمل الشكل زي اللي احنا بنشوفه في المحلات. بجد شكلها رهيب، لو حابه تضيفي مكسرات مفيش مشكله. هبتدي بقى اعمل الشكل التالت، هو هيبقى بالنوتيلا. هجيب برضو معلقتين كبار من النوتيلا، هسيقهم في الميكرويف او في حمام مائي الاول، واضيف عليهم معلقه كبيره من الزيت. وطبعا النوتيلا بتبقى اتقل شويه من اللوتس، فبتحتاج نسبه زيت اكتر شويه، وبتبتدي يعني بتبقى سيحيها اكتر شويه في الميكرويف. وهبتدي برضو ادهن الصينيه التالتة بتاعتي بالكريمه، واحط النوتيلا بتاعتي فوق الوش.
وابتدي اظبط الشكل بتاعها كده من فوق. زي ما قلت لكم النوتيلا بيبقى طبيعتها تقيله شويه، وانا بصراحه سبتها لغايه ما جبت زي ما انتم شايفين، فكان صعب عليا ان انا افردها، فحطيت الجزء الباقي في الميكرويف، وبعدين فردت بقيه النوتيلا اللي انا حطيتها في الميكرويف فوق الوش، فظبطت لي شكلها. بعدين هبتدي بقى ان انا ازين بقى فوق الوش كده بخطوط من اللوتس، يعني انا عكست بقى المره دي. وبعدين برضه هجيب خله السنان وافضل رايحه جايه عليها علشان يعمل شكل زجزاج زي اللي احنا بنشوف في المحلات بالظبط. وبكده اكون عملت 3 اصناف مختلفة من الكنافة، بجد يعني موفرة جدا جدا وما بتاخدش وقت خالص خالص. انا كان عندي عزومة والله، عملت 3 اصناف كنافة دول بالظبط في ساعة الا ربع، يعني يا دوبك عقبال ما حطيت الكنافة بتاعتي استوت طلعتها عملتها بالشربات. طريقة التزيين سهلة جدا، ما خدتش مني اي وقت خالص. وبجد انا انواع الكنافه دي من الحاجات اللي برشحها جدا في العزومات، لان ميزتها ان انت تقدري تبيتيها في التلاجة قبلها بيوم. يعني مش زي هي كنافه تانية بتحتاجي ان انت تبقى عاملاها فريش وتبقى سخنه، لان طبعا في اصناف كنافه بتطرى لما بتقعد شويه، لا الكنافه دي كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتقعد تبقى احلى. وبكده نكون خلصنا وصفتنا. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير، ولو جربتوها ياريت تشاركوني في تعليقاتكم اذا كانت ظبطت معاكم ولا لا. واللي لسه ما اشتركش في القناه يدخل يشترك حالا، ولسه ما عمليش متابعه على الفيسبوك ياريت يدخل يعمل متابعه. اقابلكم الفيديو الجاي بوصفه جديده.